بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج، وخاطرة بسيطة جدا عن استهلاك الطاقة في صناعة الغزل والنسيج. أكتر صناعة استهلاكا للطاقة هي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بتمثل 80%. تستهلك طاقة من طاقات العالم كله أو من طاقات المصانع 8%، استهلاكها 8%. وطبعا في غازات بتنبعث من هذه الصناعة، بداية من سلاسل التوريد، من أول الغزل أو المواد الخام، حتى من الغيط، من أول الغزل حتى مرورا بالنسيج، مرورا بالصباغة، ودي أكتر مرحلة استهلاكا للطاقة، حتى الفينشنج أو حتى الملابس الجاهزة، وحتى لما تتحمل البضاعة على التريلات أو على اللواري بتتحمل. طبعا بتشتغل بالكربون، التريلات دي شغالة بالكربون. يعني صناعة الغزل والنسيج صناعة بتبعث طاقة سلبية في الكون. وفي تحديات بتقابلها حاليا زي الصراعات السياسية، حرب أوكرانيا، حرب غزة، يا رب انصرهم يا رب أهل غزة، رمز العزة على الصهاينة، يا رب ينصر أهل غزة. طبعا تغيير المناخ، انخفاض العملات في البلاد النامية. البلاد النامية إما بتنخفض فيها العملات، اللي كان بيجيب 3 حاويات بقى بيجيب حاوي، اللي كان بيجيب حاوية ما عادش بيجيب خالص، أو بيشترك مع حد بيجيب نص حاوية وزميله بيجيب النص التاني. طبعا لأنها أدت إلى زيادة تكلفة الوقود والآلات المستوردة، الآلات بقت غالية دلوقتي حالي. أكتر حاجة هي مرحلة الصباغة والغسيل والتجهيز والدراي، حتى التجفيف أيضا مستهلك للطاقة. فحاليا رجال صناعة الغزل والنسيج أو المهتمين عموما بصناعة الغزل والنسيج عايزين يشوفوا أو يتجهوا إلى الطاقة المتجددة، مثل طاقة الشمس، الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الشمسية، أو عن طريق طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، عشان يقللوا النسبة اللي هي 8%. حتى دلوقتي التصدير، حتى القطن يقول لك أورجانيك، أنا مش عايز فيه أي مواد كيماوية، لأن من أول الزراعة، من أول زراعة القطن تجد المزارع أو الفلاح شايل على كتفه الموتور بتاع الرش ومليان كيماوي. يقول لك إيه، أبقى موت الدودة، سواء مبيد حشري أو مبيد فطري. فده بتسبب ضرر كبير جدا في الجو. يبقى من أول الزراعة حتى صناعة الغزل استهلاكا للطاقة، صناعة النسيج، صناعة الصباغة، أكبر صناعة استهلاكا للمياه هي صناعة الصباغة. فدي كانت خاطرة بسيطة جدا عن استهلاك الطاقة في الغزل والنسيج. يا رب يجعل أيامكم أيام طيبة وأيام سعيدة جدا يا رب.